السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شهيوة جديدة من شهيوات عالم شيماء. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. ألف مرحبا بجميع الأخوات اللي كيلتحقوا بيا في القناة. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الحب ديالكم. كنتمنى أنني دائما نكون على حسن الظن ديالكم. جزاكم الله كل خير أخواتي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عراضه، غادي نشارك معكم عراضه بكل التفاصيل ديالها، كيفاش قدمت هاد العراضه والتزيين ديالها. كنتمنى انكم تستافدوا ولو القليل، لا في التزيين ولا في لا التغيصاج او لا التقديم ديالها والطريقه ديال التحضير ديال هاد الدجاج محشي. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. وقبل ما غادي نبدا الفيديو بغيت نشارك معكم قناه صديقتي شيماء براء، قناه رائعه، قناه متنوعه. غادي نخليكم مع الفيديو وغادي نعرفكم عليها. وهذا الفيديو غادي يكون بالاشتراك مع صديقتي شيماء براء. بغيت نعرفكم على القناه ديالها الرائعه اللي مازال ما كيعرفهاش، انا متاكده غادي تعجبكم بزاف بزاف القناه ديالها. قناه متنوعه كتشارك معكم روتينات، يوميات، بلوك، مشتريات، اي حاجه كتشارك معكم. هي يوميا كتنزل فيديوهات على القناه ديالها وكتشارك معكم الروتينات ديالها كيف ما كتلاحظوا على الشاشه. كنتمنى انكم تشجعوها باللايكات ديالكم، وكنتمنى انكم تمشيو تزوروا القناه ديالها. طبعا اللي مازال ما كيعرفش القناه ديالها، ما شاء الله قناتها كبيره ومعروفه. كنتمنى كاع الاخوات اللي ما كيعرفوهاش يمشيو عندها، وانا متاكده اذا مشيتوا للقناه ديالها غادي تعجبكم، حيت ما شاء الله قناتها يعني كتعطي فيها داكشي غزال وفيه الافاده. يعني ضروري ما كتشوفوا في الروتين ديالها شي حاجه اللي مفيد، يا اما طبخ يا اما مهم شي حاجه اللي كتفيدكم فيها، يا اما تنظيم يا اما تنظيف. قناتها متنوعه بزاف، انا متاكده غادي تعجبكم. غادي نترك لكم الرابط القناه ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق غادي تجبروه. ومني تساليو الفيديو ديالي مشيو تفرجوا في ديالها وقولوا لا حنا جينا من عند قناه عالم شيماء. نخليكم مع الفيديو، شكرا. بسم الله على بركه الله. غادي نوجدوا الشرموله. فاش غادي نشرملو الدجاج ديالنا، عندي زلافه ما بين القزبر والمعدنوس، نصف حامضه غير اللوب ديالها، وخمسة ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين. غادي نضيف غير القليل ديال الملح، ماشي بزاف، ما تكثروش حيت استعملنا اللوب د الحامض، وعاد مازال غادي نستعملو حتى العصير د الحامض. معلقه كبيره من السكينجبير، معلقه اللي كتكون كبيره، الدجاج كيبغي سكينجبير كثروا من السكينجبير. معلقه صغيره من الابزار الابيض، ومعلقه صغيره من البودره ديال الثوم، تقدروا تستغناو عليها. معلقه كبيره من الخرقوم بلدي، معلقه كبيره د لاموطا اولا الخردل، معلقه كبيره من عصير الحامض، جوج معالق كبار من زيت الزيتون، معلقه كبيره من زيت المائده، نصف كأس من الماء باش غنجمعوا هاد الشرموله، ونخلطوا الكل. وغادي نضيفوا حتى زعفران شعره. الا ما توفرش عندكم غادي نضيفوا غير ضامه ديال الزعفران، انا ما توفرش عندي شعره، غنضيف غير هاد الضامه، ومعلقه كبيره من السمن. غادي نخلطوا الكل وغادي نشرملو الدجاج ديالنا جيدا. من الاحسن نبيتوه ليله كامله، الا ما عندكمش الوقت واخا غير 3 ساعات. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. الان غادي نحضروا الحشوه باش غادي نعمروا الدجاج ديالنا. الحشوه ديال الرز هنا في واحد المقلاص غادي نضيف 3 المعالق كبار من زيت المائده، وكنضيفوا الشامبينيون اولا الفلفل المعلب اللي غسلاه جيدا من الماء ديالو ومستقطراه، قطعه قطع صغيره بهذا الشكل هذا. غنضيفوا له التوابل، قليل من الابزار الابيض، غادي نضيف القليل من الملح،
وكنضيف حتى بودره ديال الثوم. بالنسبه للثوم بودره اذا ما متوفرش عندكم تقدروا تستعملوا فقط غير فصوص ديال الثوم العاديه وتحكوها في الحكاكه الرقيقه. غادي نحرك الكل وغادي نخليه كيتشحر كيدبل تقريبا 5 دقائق، ما كيستغرقش واحد الوقت طويل حيت اصلا هو ديجا غير معلب دغيا كيطيب. وبالنسبه للرز هنايا سلقته خليته على جانب. كاس ديال الرز سلقته مع 2 كيسان ديال الماء وكنسلقهم كيجيو صراحه ما كيجيش معجن. خليته على جانب حتى نحضر الشامبينيون والحشوه، عاد غنضيفو على الحشوه. نبقاو كنشحروا الشامبينيون واحد 5 دقائق ونطفيو عليه. بعد ما كنشحروا الشامبينيون كنوضعوه في واحد البول كنضيفوا عليه الرز. بالنسبه للرز راه ما كيجيش معجن، فقط استعملوا كاس ديال الرز مع 2 كيسان ديال الماء. وبالنسبه لنوعيه الرز يعني ما استعملش شي نوعيه ممتازه، فقط نوعيه عاديه وما كيجيش معجن. غادي نضيف القزبر والمعدنوس مقطع، غنضيفوا الزيتون شرائح بهذا الشكل هذا، وكنضيفوا 3 المعالق كبار من الشرموله اللي تركنا من ديال الدجاج اللي شرمنا بها الدجاج ديالنا. والان كنضيف معلقه من الهريسه. بالنسبه للهريسه اختياريه، تقدروا تضيفوها تقدروا تستغناو عليها، فقط كتعطينا واحد الذوق واحد المذاق واللون طبعا. وبالنسبه للدجاج من احسن تركوه ليله كامله في الثلاجه باش كيتشرب داك الشرموله. الا ما كانش عندكم الوقت على الاقل 3 ساعات باش كيتشرب جيدا، وندوزو نعمروه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. راح عدامي في غراب هاد الدامي غير ملكت عقلي جمالها وغلقت عنوان بالمرحمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيا. بالنسبه للدجاجات كنعمروهم بالروز جيدا، ومن بعد كنسدوهم بهاد لي كوردون اولا العويدات ديال الاسنان. تقدروا تسدوهم حتى بالخيط لكم الاختيار، ولكن ما تخافوش انهم الحشوه كتفتح حيت غيطيبوا فقط غير غيتبخروا غير في الكسكاس، ما غاديش تخرج منهم الحشوه. غنسدوهم هكا بهذه الطريقه، كنقلبوا العويدات بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نسدوهم باش ما كتخرجش الحشوه. ولكن كيف قلت لكم تخافوا تخرج لكم الحشوه اذا كنتوا غطيبوهم في المرق خصكم تسدوهم مزيان. اما غادي نبخروهم ما تخافوش. هنا كنحط الدجاجه ديالي، انا غادي نبخر 2 بجوج حيت عندي الكسكاس شويه ضيق وصغير. غادي نبخرهم ونرجع معاكم. بالنسبه للتزيين اختاريت انني نزين هاد لي كوكلي معمرين اولا الدجاج بهاد القرعه اللي كتجي بهاد الشكل هذا.
كنحاول انني كنخويها من الداخل ديالها. كنخويوها القليل فاش غادي نعمرو. بالنسبه باش غادي نعمرو هاد القريعات بالحشوه ديال الارز اللي عمرنا بها الدجاج، كتبقى لنا طبعا الحشوه غادي نعمرو بها القريعه وحتى لي سيجار والبريوات. هانتوما غتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للتزيين غادي نجيب هاد الخيارات وغادي نقطعهم، غادي نحاول انني نخوي لهم القلب ديالهم جيدا من الداخل، باش من الداخل ديالهم غادي نعمروهم بالجبن المنسم. هذا فقط غير تزيين، غادي نعمر بهم واحد البيني، غتشوفوا معايا طريقه التزيين في الاخر ديال الفيديو. فقط فكره ديال التزيين تقدروا تستغناو عليها. هنا عندي الجبن اللي منسم، اذا ما متوفرش عندكم نسموه بالقليل من اعشاب منسمه، القليل من بودره ديال الثوم والقليل من بودره القليل من الابزار، وكيكون عندكم جاهز الجبن المنسم. هنا وضعته في واحد البوش وغادي نحاول انني كنعمر الخيارات ديالي من الداخل ديالهم جيدا. غادي نعمروهم من جوج ديال الجوانب. كنحاولوا اننا كنخويو فيهم الكريمه جيدا، ومن بعد ما كنساليوهم كاع كنغلفوهم بالبلاستيك او السلوفان وكندخلوهم للثلاجه حتى كيتماسكوا جيدا هكذا، باش داك الجبن كيتماسك، ومني كنجيو كنقطعوهم دوائر كي يصلحوا لنا وما كيذوبلناش الجبن ديالنا. هنايا الدجاج من بعد ما تبخر كيف ما لاحظتوا صافي كنبقى نطيب جوج بجوج الدجاجات. كنحاول انني نشوفو باش طاب غير بواحد العود ديال الشوا باش كنشوف بهذا الشكل هذا. وصافي الدجاج ديالي طاب، غادي نحاول نزولو، وفي نفس الكسكاس فين بخرت الدجاج غادي نبخر القرعه ديالي اللي قطعناها قبيله وخويناها. وتقدروا تستعملوا حتى الخضر اللي لا متوفره عندكم، اي خضر بغيتو تقدموا هاد الدجاج بالخضر في نفس الكسكاس كتوضعوا الخضر. هنا عندي الدجاج من بعد ما زولته من الكسكاس غادي ندخلو الفران. عندي معلقه الزبده، معلقه لا موطاد، قليل من التحميره اولا البابريكا والهريسه. بالنسبه للهريسه اللي ما بغاش يستعملها تقدروا تعوضوها بالكيتشوب، كتجي حتى هي بنينه. وصافي غادي نخلطوا الكل وغادي ندهنوا به الدجاج ديالنا وكندخلوه الفران. بالنسبه للفران طبعا كيكون ساخن من قبل، وانا كنعملو على 200 درجه وما كيستغرقش واحد الوقت كبير في الفران، دغيا دغيا كيتحمروا. وحتى هاد لاصوص اللي كنوضعوا للدجاج كتجي صراحه بنينه وكيجي بنين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. وبالنسبه للحشوه ديال الارز اللي سبقات لي غادي نعمر بها لي سيجار والبريوات اللي غادي نقدمهم مع هذا الطبق. فقط ديجا شاركت معكم اللف ديال البريوات ولي سيجار، وبغيت نرجع نشارك معكم الطريقه كيف ما كتلاحظوا، طريقه سهله كيف ما موضح في الفيديو باش ما كتضيعناش الحشوه اولا الحشوه اللي عمرنا به الدجاج. كنحاولوا اننا نستغلوها في اشياء اخرى، وهكذا حتى بالنسبه للتزيين كيعطينا واحد الزين اللي كيكون راقي. بالنسبه للورقه اللي كنستعمل ورقه ديال الشينوا، تقدروا تستعملوا اي ورقه عندكم متوفره ولا اي ورقه كتستعملوا دائما. انا كنستعمل هاد الورقه هذه، وكنسد بالدقيق اللي مخلط مع الماء في الجوانب باش هكذا ما كيتفتحوليش. من بعد ما كتساليهم يا اما كتدخلوهم الفران ويا اما كتحمروهم في الزيت اولا كتقليوهم في الزيت اللي بغيتو نتوما. وغادي نخلي القليل من داك الحشوه نفسها باش هكذا نعمر بهم القريعات ديالي. من بعد ما كيتبخروا القرعات كنعمرو بنفس الحشوه هذه ديال الارز.
الان غادي نعمر معكم بريوات. غادي نجيبوا الحشوه كنعملوها في القنت بهذا الشكل هذا، وكنلفوا كنحاولوا اننا كنزيروا يدينا باش هكذا كتجينا البريوه يعني عامره، وكتجينا ما مرخوفاش، وفي نفس الوقت كتجينا يعني بريوه يعني مثلثه، وكنسدو حتى هي بالدقيق. وبسم الله دابا صافي جينا نقدموا الطبق ديالنا من بعد ما خرجت الدجاج من الفران. كيتحمروا كيجيو صراحه واحد التحميره غزاله فيهم. الان انا ما عنديش شي فكره صراحه عن التزيين، غادي نزين حداكم باش تشوفوا. مازال يلاه خرجت الدجاج ديالي من الفران ومازال ما عنديش شي فكره على الطبق. جبت الطبق اللي غادي نقدم فيه الدجاج ديالي، غلفته بالخس، وغادي نوضع الدجاج بهذا الشكل هذا وحده على وحده. وبالنسبه للقرعه بعد ما كتتبخر طبعا كنعمروها بالارز. بالنسبه للرز اللي عمرنا به لي سيكار والبريوات ديالنا، تقدروا تستعملوا اي خضار متفرع عندكم، جزر، البطاطس، اللوبيا الخضراء، يعني اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، نخليكم مع التزيين باش تشوفوا اي حاجه كيفاش زينتها. كنتمنى انكم تستافدوا. وهذا هو الطبق اخواتي من بعد ما كيوجد قدمته فوق المائده للضيوف ديالي بهذا الشكل هذا. كنتمنى يعدنا الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو قليل وخديتوا افكار طبعا قدمته بنفس التزيين اللي شاركت معكم في الفيديو. هذوك البريوات والسيكار اللي عملنا بنفس الحشوه ديال الدجاج زينتهم بهذا الشكل هذا، قدمتهم مع الطبق اللي بغى ياكل هكا لي سيكار ولا بريوات. وهذا الاناناس اللي عمرته بالخيار اللي قطعنا، والطماطم فقط غير تزيين كيف ما كتلاحظوا. وبالنسبه لداك الطبيصلات اللي فيهم لي سلطات غير ديال اللوبيا مصوطيه والزعلوك، وقدمت حتى الزعلوك في هاد المعلقات هادو مع لي سيجار مع الاناناس بهذا الشكل هذا. وجميع العرضات اللي قدمت في القناه غادي نحاول انني نترك لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. وان شاء الله تتمه ديال الفيديو الشلاضه والديسير غادي ننزل لكم في شي فيديو اخر. قبل ما غادي نختم الفيديو بغيت نشارك معكم قناه صديقتي اميره، وصفات اميره، قناه رائعه تستحق التشجيع. كنتمنى انكم تشجعوها وتقولوا لها حنا جينا من عند قناه عالم شيماء. قناتها رائعه فيها الطبخ والحلويات، كل ما كيخص الطبخ. كنتمنى انكم تمشيو عندها لانها انسانه طيبه وكتستحق التشجيع. وما تنسوش اخواتي انكم تخليوا لي لايك للتشجيع الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو القليل. شكرا لكم على المتابعه، جزاكم الله كل خير. ان شاء الله كنتسنى التعاليق ديالكم، لاي استفسار عندكم خليوه لي في التعاليق. شكرا لكم، بسلام عليكم، جزاكم الله كل خير. الى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.